هكلم حضرتك النهاردة عن حاجة اسمها مخزون المبيض والوهم بتاع التحليل اللي اسمه ال AMH. الناس فاهمة غلط يا جماعة، مفيش حاجة اسمها ان تحليل ال AMH بيمثل مخزون المبيض. لا خالص، مخزون المبيض ده مصطلح كبير جدا بيندرج تحتيه مجموعة من التحاليل والفحوصات وشكل المبيض على السونار، وبالتالي انا ما ينفعش اقول انا مخزون المبيض بتاعي اقل من 1 إذا أنا عندي مشكلة في مخزون المبيض. لا، إحنا بنقول إن مخزون المبيض بيساوي 3 حاجات. أول حاجة هو سن الزوجة، هل سن الزوجة تحت ال 35 سنة ولا أكتر من 35 سنة؟ تاني حاجة هو تحاليل اليوم الثاني للدورة، هل تحاليل اليوم الثاني للدورة دي في نطاقها الطبيعي ولا مرتفعة؟ ولو مرتفع، انا بتكلم على FSH وال LH، لو مرتفعين هم مرتفعين الى انهي رقم بالظبط؟ رقم 3 هو شكل المبيض على السونار، هل شكل وحجم المبيض على السونار بيوحي ان انا عندي مخزون مبيض ضعيف فعلا ولا لا؟ رقم 4 هو تحليل ال AMH. اذا تحليل ال AMH هو جزء من التقييم وليس كل التقييم. وهضرب لحضرتك مثال شهير جدا. انا عندي حالتين، لو عندي حالة تحت ال 35 سنة مخزون المبيض بتاعها او ال AMH طالع 0.5 اللي هو نص مثلا او اقل من كده، وعندي حالة تانية فوق ال 38 سنة مثلا ومخزون المبيض بتاعها برضو 0.5، هل نسبة الحمل في الحالة دي بتساوي نسبة الحمل في الحالة دي؟ اطلاقا. وبالتالي مخزون المبيض هنا ما لعبش دور كبير في تحديد نسبة نجاح الحقن المجهري. اللي لعب دور الأكبر هنا كان السن، كان شكل البويضة، كان شكل المبيض، كان شكل البويضة على السونار بعد أثناء التنشيط، كان حجم البويضة أخباره إيه معانا، كان شكل البويضة تحت الميكروسكوب بعد إنهاء الحقن المجهري. وبالتالي احنا بنقول ان احنا ما نجريش ابدا ورا وهم ال AMH ونقول ان انا ال AMH بتاعي هيخليني اقعد في البيت وما اعملش حقن مجهري. لا، الموضوع مش كده اطلاقا. وياما حالات كان ال AMH بتاعتها اقل من 0.1 وحملت ببويضه واحده او ببويضتين وربنا كرمهم وكمل الحمل، لان هناك عوامل اخرى بيتم تجاهلها. العوامل دي مهمة جدا في تحديد مخزون المبيض الحقيقي وبالتالي تحديد نسبة نجاح الحقن المجهري.